السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. نكمل بقى تفريزاتنا لرمضان. انا قلت لكم ان انا مش بعمل التفريزات كلها مرة واحدة، بجزء كده كل حابة اعمل حاجة في يوم يعني، بحيث ما اتعبش وما ارهقش يعني. انا جبت كمية من الطماطم كده وقلت هفرزها كده لرمضان عشان تسهل عليا الاكل في رمضان. جبت طماطم كده وغسلتها كويس، وبعد كده قطعتها وحطيتها على النار كده، سايباها كده تطيب كده على النار. هي بتنزل ميه زي ما انتم شايفين كده، دي ميتها هي، ما حطيتلهاش اي ميه. اول ما خلاص كده تبدا تطيب كده زي ما انتم شايفين، الحله اللي جوه دي كده خلاص قربت تعمل. بعد ما بتعمل كده بتسيبيها تبرد، وبعد كده تضربيها في الخلاط. لو هتضربيها في الخلاط، لو هتعمليها بالهاند بلندر عادي اعمليها على طول من غير ما تبرد. بعد ما تعمليها بتصفيها، وبعد ما تصفيها حطيها كده تاخد غلوتين كده على النار، وبعد كده سيبيها تبرد، وبعد كده عبيها في الاكياس. وبعد كده وانت بتحطيها في الكيس حاولي تبقي فارده الكيس كده عشان ما تاخدش مكان في الفريزر. زي ما انتم شايفين كده انا فارده الكيس عشان ما تاخدش مكان في الفريزر، زي ما انتم شايفين بالطريقه دي كده. عملت بقى الكميه دي كانت عملت، ودول سايباهم يبردوا كده عشان اضربهم في الخلاط. بعد ما بضربهم بصفيهم وببدا اهي احطهم على النار شويه يتسبكوا. انا مش بحط على الطماطم لا اي الوان ولا اي ماده حافظه، هي كده بس الطماطم كده تطيب، واروح ضربها في الخلاط، واروح سايباها تبرد ومصفياها. وبعد كده اروح احطها تاني تاخد غلوتين كده عشان تتسبك وتبقى حلوه. بتاخدش وقت خالص في عمايل الاكل، وبتوفر علينا وقت كتير. هشارك معاكم غدانا كمان النهارده. جبت فراخ غسلتها كويس جدا. بعد ما غسلتها هبدأ بقى اشوحها كده على النار، هديها تشويحة. التشويح ده مهم جدا للفراخ، ما بيخليش للفراخ ليها اي انواع من انواع الزفارة. زي ما انتم شايفين كده بتحطي عليها دوبك ملح وفلفل وبهارات لحمة. ودي الطماطم اهي بعد ما ضربتها سايباها هنا بقى تبرد كده عشان اعبيها في الاكياس. هنا زي ما انتم شايفين كده الفرخة اهي بدأت تتشوح، بتشوح كده تحسي انها غيرت لون، وتلاقي المية اللي هي بتنزلها دي مش موجودة. يعني تلاقي المية اللي هي منزلاها دي خلاص كده شربتها. ده بيخلي الفراخ ما تبقاش فيها اي انواع من انواع الزفاره. زي ما انتم شايفين كده شوحها كويس قوي. واحط كمان بصله، اجيب بصله كده واحطها تتشوح معاهم. وبعد كده هحط عليها بقى الميه بعد ما تتشوح كويس. هنا خلاص اتشوحت اهي، حطيت البصله زي ما انتم شايفين اهو. هبدا انزل بقى عليها بالميه، دي ميه عاديه زي ما انتم شايفين كده اهو. نزلت عليها بالميه واسيبها تاخد غلوه كده، اشوفها كده هتطلع ريم ولا حاجه. لو طلعت ريم بشيله، ما طلعتش ببدا ازود الطماطم. ما تحطيش الطماطم بقى غير بعد ما تتاكدي ان هي مش مطلعه اي حاجه كده على الوش. زي ما انتم شايفين كده هي غلت الغلوه الاولانيه. انا عندي هنا بقى الطماطم اللي متسبكه عادي، بدل انا مش حاطه عليها اي حاجه بحطها عادي اهو. هبدا استخدم منها عادي اهو. هحط كده كبشتين كده زي ما انتم شايفين كده، واسيبها تاخد غلوتين كده على النار. الفراخ مش بتاخد وقت كتير في الطياب زي ما انتم شايفين كده. وهغطيها واسيبها بقى تطيب. انا كده هحط لها الملح بس ما ظهرش في التصوير. هتحطي الملح بقى، ظبطي ملحها وسيبيها بقى تطيب على نار هاديه. خلاص. كنت مطلعه كيس كفته من اللي انا عملته معاكم، صبعته كده وهبدا كده احمره اهو. حطيت الزيت يسخن وهبدا احمره. هعمليها بقى الحجم اللي انت عايزاه، عايزه تعمليها طويله مدوره اللي انت عايزاها. يعني بصوا احنا طلعنا كيس كفته اللي احنا كنا عاملينها المره اللي فاتت اهي، ومش هتاخد وقت معانا خالص في العمايل. وهنعمل كمان الكفته بقى يعني في الطماطم بقى. اوريكم بقى ازاي بعملها. انا بحب الكفته جدا، ومن الاكلات اللي هي كده بحس فيها في الافراح كده. فربنا كده يبلغنا رمضان اعوام عديده وازمنه مديده، وربنا يجعل ايامنا كلها افراح، وربنا يشفي مرضى المسلمين ويرحم موتى المسلمين، اللهم امين اللهم امين. جبت كده راس توم، قطعتها كده بالسكينه، حطيت معلقه زيت كده في الحله، وهبدا احمر التومه. انا التومه لما بحمرها كده بتدي طعم الاكل حلو. لو انت حابه ما تحمريش التوم عادي، ممكن تحطيه في الطماطم كده يطيب مع الطماطم، هيبقى برضو طعمه حلو. لكن انا حابه احمره، حابه يعني طعم تحميره التوم ده بتديله طعم حلو للكفته. جربوها وقولي لي رايكم في التعليقات. هتحمري التوم كده، حمريها بس تديها لون بامبي شويه، مش تحمريها جامد. اول ما تاخد لون تبداي تنزلي عليها بالطماطم. ودايما عودي بقى نفسك كده وانتي في المطبخ تذكري الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب. قولي بقى سبحان الله والحمد لله والله اكبر ولا اله الا الله، نستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم وتوب اليه. دايما عودي نفسك لسانك كده بيذكر الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب. زي ما انتم شايفين كده اهو التومه بدات تصفر كده اهي. خلي بالك بس ما ينفعش تسيبيها عشان ما تتحرقش. اول ما تلاقي لونها غير كده على طول تروحي نازله بالطماطم. هي بصوا كده خدت اللون الوردي ده اهو. هبدا انزل عليها بالطماطم كده اهو زي ما انتم شايفين كده.
بزود لها طماطم متسبكه، وبعد كده بزودها شويه شوربه كده. عندك شوربه فراخ حطي، عندك بقى شوربه لحمه حطي، اي شوربه كده، او حتى لو حطيتي ميه برضو تبقى حلوه. هزود لها شويه شوربه عشان ما تبقاش تقيله قوي. والفراخ كده كانت طابت يا دوبك بس عايزه تتحمر. وعملت كمان شويه رز كده بس ما صورتهمش الصراحه، وهوريكم بقى شكل الاكل بعد ما طلع. بس هزود الشوربه الاول كده على الطماطم. بصوا ما خدش حاجه في العمايل، بيوفر معاكي وقت. احنا طبعا عايزين نستغل رمضان في العباده، فكل حاجه هتوفر علينا وقت نعملها. خلاص كده اهي. بصوا هسيبها تاخد غلوه. اول ما الطماطم كده تاخد غلوه، لان الطماطم متسبكه، اول ما تاخد غلوه ننزل عليها بايه بقى بالكفته اللي هسيبها تاخد غلوه كده على النار، وتاخد غلوه واروح نازله بالكفته. برضو الكفته مش بسيبها تغلي ياما، يا دوب غلوتين كده واروح طافيه عليها. هنا الكفته هي اللي انا حمرتها. بصوا ما شاء الله حلوه، بس اللي باين فيها دوت الرز ما كانش طعمته كويس قوي يعني. بصوا هي جميله جدا، مقرمشه من بره وطريه من ايه من جوه. احطها كده وما بتفتحش خالص في الطماطم ولا حاجه. احطها بقى كده. بصوا خلاص الطماطم بتغلي اهي. هبدا انزل بالكفته تاخد غلوتين واروح قافله عليها. خلاص كده اهو هنزل بالكفته اهي. هقلبها تقلبتين كده واطفي عليها. ظبطي بقى ملحها لو عايزه ملح ولا حاجه. انا حطيت لها كمان مغرفه من الطماطم وسبتها تغلي كده على نار غلوه ورحت قافله عليها. وهنا بقى الرز اهو، هنا شكل الشوربه بعد ما عملتها، وده شكل الكفته، وهنا الفراخ، وكلنا بالهنا والشفا. اتمنى فيديو النهارده يكون عجبكم. متنسوش بقى تحطوا لنا لايك وشير سبسكرايب ودعمونا بقى عشان يوصلكم كل جديد. مع السلامه.